وليد الركراكي لا يخفي تفاؤله قبل أسبوعين من انطلاق مونديال قطر 2022، إذ قال: لم ننجح في القيام بذلك منذ عام 1986، لكننا سنقاتل للوصول إلى الدور الثاني على الرغم من المستوى العالي لمجموعتنا. قال المدرب الشاب إنه لا يمكنه الوعد بأي شيء سوى أن لاعبيه سيكونون قتاليين ويقدمون كل ما لديهم على أرض الملعب، مضيفا أن الفريق سيكون لديه خطة لكل مواجهة، وسيحاول الفوز بأكبر عدد ممكن من المباريات لتحقيق التأهل. كما عاد وليد الركراكي إلى تعيينه مدربا الأسود الأطلس بدلا من وحيد خليلوزيتش، معترفا أنه فوجئ بهذا القرار عندما أنهى لتوه موسما ناجحا للغاية مع الوداد البيضاوي. وقال: كانت الشائعات حول تغيير المدرب منتشرة ولكن لم يكن هناك شيء ملموس. بعد أسبوع من القرار الرسمي، التقيت برئيس الجامعة دون أن يعرض علي الوظيفة. بالإضافة إلى ذلك، كان المدرب الوطني مليئا بالثناء على لاعبيه. قال عن أشرف حكيمي: إنه يركض بسرعة كبيرة ولديه قدرة بدنية رائعة. لقد لعب بالفعل لأكبر الأندية: ريال مدريد، دورتموند، إنتر ميلان، باريس سان جيرمان. وينسى الناس أنه يبلغ من العمر 23 عاما فقط. أما أيوب الكعبي، فأكد وليد الركراكي أنه يعتمد عليه في جهوده على أرض الملعب، رغم أنه لا يسجل طوال الوقت. لكن المدرب أوضح أن مهاجم الوداد السابق يظل هدافا جيدا، كما يتضح من إحصائياته داخل الأندية التي لعب فيها بالفعل. كما أشار وليد الركراكي إلى فوز ياسين بونو حارس أسود الأطلس وإشبيلية بجائزة زامورا في الدوري الإسباني، ما يجعله من أفضل حراس المرمى في العالم. إنه شخص مخلص للغاية وأنا أعتمد عليه كثيرا في كأس العالم هذه.